السلام عليكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وبصحة دايما يا رب. وحشتوني 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 من اخر فيديو كنت منزلاه معاكم. يعني عايزه اقول لكم بجد والله العظيم ان انتوا وحشتوني جدا. في البدايه بس كده حابه اقول لك لو انت اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه علشان يوصلك اشعار كل فيديو جديد انا بنزله. والنهارده بقى كده مع بعض يوم جديد وروتين جديد وحياه جديده. يعني ان شاء الله كده يعني الفيديوهات اللي انا بقدمها والروتينات اللي انا بنزلها برضو تعجبكم. وطبعا زي ما احنا كلنا متعودين مع بعض عايزين نقول بس كده في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبدا كده مع بعض الفيديو بتاع النهارده والروتين بتاع النهارده والحياه الجديده اللي احنا ان شاء الله كده هنمشي فيها خطوه خطوه مع بعض. طبعا عايزه اعتذر لكم بس كده في الاول على صوت العربيات. طبعا احنا هنا ساكنين على الشارع العمومي على طول، فاي اوضه هنا او اي مكان انا بقعد اتكلم فيه بيبقى صوت العربيات وصوت الشارع كده طالع شويه في الفيديو، فبالله عليكم اعذروني، دي حاجه كده مش بمزاجي خالص ومش يعني مش بايدي. هحاول بس كده ان انا اعمل عزل للصوت علشان تكونوا سامعيني كويس، بس يعني اعذروني، يعني دي حاجه مش بمزاجي وحياه ربنا. المهم يا بنات عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا وكلكم وحشتوني، وعايزه اقول لكم قد ايه فرحتوني ويعني اسعدتوني وخليتوني كده يعني الطاقه الايجابيه كده رجعت لي تاني، والنفسيه الحمد لله رب العالمين اتظبطت بعد طبعا الفيديو الاخير اللي انا كنت منزلاه معاكم. عايزه اقول لكم والله العظيم بجد من كل قلبي بشكركم على كل التعليقات الحلوه اللي انتوا كتبتوها لي، كل الدعوات اللي انتوا كتبتوها لي، كل الدعم اللي انتوا اديتوهوني. يعني انا بجد وحياه ربنا كنت في صدمه من كميه التعليقات اللي جات لي. يمكن الفيديو المشاهدات بتاعته ما كانتش عاليه قوي يعني للدرجه، هو يعني كان تقريبا كده عامل 4000 مشاهده وشويه، برده مش قليل، حلو الحمد لله رب العالمين. بس بجد انا يعني ما تخيلتش رد الفعل الجميل اللي انا شفته ده. يعني ردته كده فيا الروح بعد ما كنت يعني نفسيتي ما كانش احسن حاجه، كنت مخنوقه كده معظم الوقت. فبجد وحياه ربنا ان انا يعني بعد ما قريت التعليقات دي كلها حسيت لا ان انتوا بجد في ظهري، قد انتوا جمال وجدعين كده وقفتوا في ظهري، وكل الكلام اللي انتوا قلتوه اداني طاقه ايجابيه واداني يعني خليته كده عندي حماس كده ان انا اصور. على فكره انا الفيديو ده كنت مصوراه اول ما جيت هنا على طول عند ماما، بس ما كانش عندي اللي هو يعني الحماس ان انا بقى اقعد امنتجه واتكلم عليه وانزله. لكن الكام يوم اللي فاتوا دول كل يوم في تعليقات بتتكتب، كل يوم في دعم بيتكتب لي، كل يوم في دعوات بتتكتب لي. فبجد وحياة ربنا يا رب يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ولا من دعواتكم الحلوه. عايزه اقول لكم كمان لو انتم سامعين بقى صوت كلام او دوشه وكده ده بيت العيله اصلا، يعني انا كده قاعده بتكلم معاكم في بيت العيله بتاعنا، ففي اطفال طبعا قاعدين بره، ولادي وولاد اخويا طبعا. فربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال ويديم علينا كده لمه العيله ونعمه بيت العيله كده. ربنا يا رب يخلي لي امي ويخلي لي ابويا واخواتي وما يحرمنيش منهم ابدا ولا يحرمني منكم انتوا كمان. انا بجد الدعاوي اللي انتوا كنتوا بتدعوها لي والكلام اللي انتوا كنتوا بتكتبوه لي في التعليقات، يعني انا من كتر جماله وحلاوته وان هو فعلا لمس قلبي انا يعني دموعي نزلت من عينيا وحياة ربنا. في تعليقات كده كانت بتجيلي تقول لي يا نورة انت لو طلعتي اتكلمتي بس احنا بنحبك واحنا هنسمعك، مش عشان شقق ولا مش شقق، لا احنا بنحبك انت وعايزين نسمعك انت وعايزين يعني انت لو صورتي فين احنا هنتفرج على الفيديوهات بتاعتك. فبجد انتوا يعني وقفتوا بجد جنبي واقفه، عمري ابدا ابدا ما هنساها لكم. حبكم بجد يعني ظهر في كل كلمه وكل حرف كنتوا بتكتبوه لي، ويعني حاجه زي دي متعرفوش اثرت فيا ويعني حسنت نفسيتي قد ايه. فربنا يا رب ما يحرمنيش منكم، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، وربنا يا رب يجازيكم خير ويكرمكم ويسعدكم زي ما اسعدتوني. بصوا بقى كده انا هنا الاوضه دي اصلا، الاوضه اللي انا بصور لكم فيها دي اصلا كانت اوضه ساره اختي. طبعا معظمكم عارفين ساره اختي، واللي ما يعرفهاش هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. فالاوضه دي كانت بتاعت ساره اختي اصلا، وبعد كده لما ساره اتجوزت اخدها عبد الله اخويا الصغير. فالاوضه دي اصلا كانت اوضه صالون، يعني ماما كانت مخصصاها كده تكون غرفه صالون للضيوف، يعني علشان ايه القعده كلها بتاعتنا كلها كانت بتبقى في الريسبشن وفي الاوض اللي جوه. فالاوضه دي كانت مخصصاها ماما للضيوف بتاع دروس كلام من ده لساره. طبعا ساره في الوقت ده كان في ثانويه عامه،
فكان معظم بقى دروسها ومعظم المدرسين اللي بيجوا لها بيجوا طبعا في الغرفه دي او في الاوضه دي، وصحابها وكله كان بيبقى في المكان ده وفي الاوضه دي. فساره كانت بتبقى قاعده ال 24 ساعه، هي كانت ثانويه عامه، كانت ادبي، فال 24 ساعه حرفيا كانت بتذاكر، لدرجه ان هي كانت بتذاكر وتنام على الكنبه اللي انتم شايفينها اللي قدام عينيكم دي. فماما راحت حاطه لها سرير يكون خاص بيها في قلب الاوضه، على اساس ان دي الاوضه اللي تبقى بتنام فيها وبتذاكر فيها، ويعني بتاخد الدروس فيها وبتعمل فيها كل حاجه. يعني حتى هي الاوضه كمان فيها كده دريسنج كده صغير على قده، ميني دريسنج كده صغير على قده، لما اجي ان شاء الله احط فيه هدومي وحاجتي وارتب فيه حاجتي هبقى افرجكم عليه. فكرته حلوه قوي كده وفكرته بسيطه، وتقدروا ان انتوا يعني تعملوه عندكم في اي كده كورنر كده في قلب الغرفه، يعني سهل جدا وبسيط. ان شاء الله كده هبقى اوريها لكم في الايام الجايه. المهم يعني ان الاوضه دي فضلت على الوضع اللي هي عليه ده، في سرير وفي صالون وفي دريسنج كده صغنون، ففضلت بالمنظر ده. فانا لما جيت بقى اليومين دول كده هنا عبد الله طبعا محتل الاوضه، يعني هو قاعد في الاوضه ال 24 ساعه دي اوضته، خلاص بقت اوضته يعني. فهو بصراحه يعني الراجل طلع جدع ومحترم، وهو دي مش عادته ولا طبيعته، بس انا عزيزه على قلبه شويه. فساب لي الاوضه الصراحه، يعني دخل في الاوضه اللي جوه لان في طبعا اوض تانية هنا في الشقه، فدخل طبعا غير غرفه النوم اصلا بتاعت ماما وبابا، فدخل هو في اوضه تانية وقال لي انا هسيب لك بقى الاوضه دي تعيشي فيها حياتك، علشان كمان هنا في الاوضه في كمبيوتر عشان محمد يبقى يقعد عليه ويتبسط، يعني ما يبقاش قاعد زهقان ولا حاجه يعني من الكلام ده. المهم يعني قمت كده زي ما انتم شفتوا، كانت الملايه بتاعت السرير دي فرشتها كده من بالليل، فقمت كده الصبح فرشتها كده على طول وسويتها وظبطت كده السرير اللي انا كنت نايم عليه انا ومحمد. وبعد كده ماما كانت جايبه لي زي ما انتم شفتوا كده المج بتاعي ده، المج ده انا ما اقدرش استغنى عنه اصلا لما باجي هنا عند ماما، يعني هو ده مج كده اللي انا قايمه شاربه فيه كل حاجه، شاي بلبن، شاي قهوه، اي حاجه بشربها في المج ده. المهم يعني جابت لي كده شويه شاي بلبن بتوعي، بدات كده ان انا اشرب فيه، وكمان انضف الاوضه كده زي ما شفتوا، نضفت كده السرير ورتبته، وبعد كده رتبت كنبه الصالون اللي كانت في الاوضه والكرسيين كمان، علشان خاطر اقعد بقى انا ومحمد، يعني عايزه بقى كده الحق لمدود من الدنيا والحق كده اذاكر له وابتدي ان انا يعني اخليه يركز في دروسه، علشان زي ما انتم عارفين يعني الاطفال بالذات في حاجات كده معينه بتعلق كده في دماغهم، فانا عايزه الغي اي حاجه كده في دماغه مثلا مضايقاه او مزعلاه او مثلا مبوظه نفسيته، عايزه اشيل بقى كل الكلام ده خالص كده من جواه، واخليه كده بس يركز في دروسه وفي مذاكرته وفي حياتنا الجديده ان شاء الله كده اللي احنا عايشينها. فزي ما شفتوا بقى كده بدات ان انا اجيب بقى، هو طبعا الكتب دي هي اللي بذاكر له منها، انا ما بذاكرلوش من كتب المدرسه اصلا، انا كتب المدرسه ما بفهمش منها حاجه، فالكتب دي بتبقى سهله كده في الشرح بتاعها، وبعرف الحمد لله رب العالمين ان انا اشرح له منها يعني كل حاجه. فجبت كده زي ما انتم شايفين الكتب، قلت له تعالى بقى كده حبيبي. طبعا هو هنا كان لسه لابس شتوي، لان انا زي ما قلت لكم ان الفيديو ده انا مسجلاه اول لما جيت هنا على طول، يعني سجلته اول لما جيت هنا على طول، بدات ان انا اصور لكن يعني ما كنتش لسه في احسن حاله ان انا اقعد اتكلم عليه. لكن وحياه ربنا والله العظيم اللي ظبط نفسيتي واللي ظبط مودي هو كلامكم اللي انتوا كتبتوه لي على الفيديو اللي فات. يمكن انا لسه يعني ما ردتش برضو على التعليقات كتابة، لكن انا برد عليكم هنا اهو في الفيديو. انا قريت كل التعليقات، وكل التعليقات بجد اثرت فيا ولمست قلبي، وفعلا الحب ده رزق من عند ربنا رزقني بيه ورزقني بيكم. فمهما اقول لكم يعني والله العظيم بجد مش هوفيكم حقكم عليا، فربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. واتمنى يا رب من كل قلبي ان الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم. انا عارفه ان هو روتين مش قوي قوي يعني من الحاجات اللي انتوا بتحبوها بتاعت الهلك والشيل والحط والمسح وكده، لكن ان شاء الله كده يعني الفتره اللي جايه باذن الله هبتدي بقى ان انا ان شاء الله كده اعمل معاكم الحاجات دي كلها. عايزه اقول لكم يعني رب ضاره نافعه، ماما مبسوطه قوي 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 ان انا جيت هنا اقعد معاها. قالت لي انت هتشيلي بقى هم عليا كبير قوي في الشقه. طبعا انا اصلا في الطبيعي لما باجي كده عند ماما بحب ان انا اساعدها، بس هي بصراحه ما بتضغطش علينا يعني، لا انا ولا ساره، دايما تقول لا خليكوا قاعدين انتوا كده كده بتجوا لي يوم واحد بس في الاسبوع، فمش معقول ابدا اليوم اللي انتوا هتيجوا فيها خليكوا تنظفوا او تعملوا اي حاجه. فبصراحه هي اصلا يعني بصراحه مش من الامهات اللي هي بتحب تهلك ولادها يعني، لكن بما اني خلاص ان شاء الله يعني هقعد معاها وهستقر معاها، فباذن الله هشيل برضو حمل كبير قوي باذن الله يعني عنها. فان شاء الله كده كده اصلا يعني هبتدي ان انا برضو اعمل شغل كده عند ماما، فبالطبيعي يعني ان انا طول ما انا موجوده هشتغل، فبالمره ان شاء الله كده هبقى اصور برضو روتينات حلوه جدا وفيديوهات قويه قوي ان شاء الله معاكم. لكن ما حبيتش ان انا كده ابدا البدايه اللي هي القويه قوي دي، حبيت كده نبدا كده بروتين خفيف كده مع بعض، يعني كده نرجع كده بعد غياب كام يوم. انا تقريبا حوالي بقالي دلوقتي 4 ايام ما بنزلش فيديو، حتى الفيديو النهارده يعني احتمال كبير قوي ان هو كده برضو ينزل لكم فيلم متاخر،
فاعذروني طبعا، انا عارفه وحياه ربنا ان انتوا يعني بتقدروني وبتعذروني وبتسامحوني في اي حال من الاحوال. هنا طبعا انا كنت خلاص خلصت الاوضه، والهدوم بتاعت محمد دي اللي انا كنت جايباها معايا فطبقتها كده بالمره وحطيتها زي ما قلت كده في الدريسنج الصغنون خالص اللي انا هوريكم باذن الله في الفيديوهات اللي جايه. وكنت خلاص بقى شطبت الاوضه اللي انا قاعده فيها ونضفتها، كمان خرجت بره في الريسبشن وظبطته كده ونضفته. وذاكرت محمد زي ما شفتوا كده وخلصنا المذاكره بتاعتنا. وبعد كده خرجت في الريسبشن، فكنت خرجت انا وصحابي، فافتكرت ان انا شيرين صاحبتي كانت جايبه لي الهديه دي، فقلت افرجكم عليها. السلسله رايقه قوي يا شيرين وجميله وبجد تسلم ايديكي، ربنا يا رب يا شيرين يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. هي شوشو كانت عارفه ان انا متضايقه شويه، فيعني قالت ان هي تبسطني وتجيب لي حاجه تفرحني، وبجد يعني انا اصلا ما بيجيليش هدايا بقالي كتير، بقالي فتره طويله جدا 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 ما بيجيليش هدايا الا تقريبا من ماما وساره اختي. فشيرين جابت لي السلسله دي، سلسله او سلسله انتوا بقى ايه قولوا اللي تعجبكم. المهم جابتها لي، وجابت لي كمان معاها روج، وجابت لي كمان توكه. فالسلسله كانت عجباني جدا جدا جدا، فيها حرف الان كده زي ما انتم شايفين كابيتال، فعجبتني قوي فقلت افرجكم كده عليها. اكتبوا لي بقى كده في التعليقات وقولوا لي ايه رايكم. بجد يا شيرين جميله وذوقك جميل وتسلم ايدك يا حبيبتي. واليوم كده اللي احنا قضيناه مع بعض كان بجد يوم جميل وفرق في نفسيتي 100%. طبعا بشكر نورة وحنان، يعني غيروا كده مودي تماما. كنا في اليوم ده كده عاملين نورة كانت عازمانة على أكلة فسيخ ورنجة، فروحنا كده كلنا اتجمعنا عندها يعني. المهم برضو هما هيجوا ان شاء الله كده يوم هنا يتجمعوا عندي باذن الله، كده هبقى اصور لكم برضو في اليوم ده. المهم في اليوم ده محمد ابني كان هيتجنن وياكل محشي، وماما كانش عندها كرومب، ويعني بعتنا كده السوق علشان نشوف فيه كرومب في اليوم ده، وكان نفسه قوي في محشي كرومب وورق عنب، فما لقيناش يعني. فالمهم لان كان خلاص يعني بعد العصر في الوقت ده فما كانش فيه، فماما قالت له والله يا ابني لا اتصرف وهعمل لك برضو محشي. هي ماما ما بيهونش عليها محمد ابدا يكون نفسه في حاجه وما تعملهالوش، فقالت له انا هتصرف وهعمل لك محشي. المهم اللي يعرف ده ايه اللي بيتلف قبل ما اقول يكتب لي في التعليقات، ما تغشوش من اللي انا هقوله. انا عارفه ان في ناس هتعرف ده ايه. ده مش محشي ورق عنب ولا كرنب اخضر. ها عرفتوا ولا لسه؟ برافو عليك، انا سامعه في ناس بيقولوا ان ده ورق خاص، ده ورق خاص فعلا. فجابت الورق الخاص ده، هو ابني لحد دلوقتي ما يعرفش ان هو كان ورق خاص، وما يعرفش يعني ده ايه اصلا، هو في دماغه ان ده ورق عنب. فاحنا قلنا لمحمد ده ورق عنب، لان هو لو قلت له خاص هو اصلا في الطبيعي ما بيحبش ياكل الخضروات اللي هي الخضروات العاديه دي يعني، ولا بقى ليه في جزرايه ولا في خيارايه ولا طماطمايه، ولا يقعد ياكل كده اللي هو الخضار ده كده الطبيعي بتاعنا. فهو لحد دلوقتي فلو قلت له ان ده خاص ما كانش هيرضى ياكل منه، فهو فاكر ان ده ورق عنب. وماما كان عندها كده كيس كرنب صغنون كده في الفريزر بالصدفه فعملته، وجهزنا كده الغدا زي ما انتم شايفين كده. عملت بقى الفراخ المحشيه اللي زي القمر دي اللي انا بموت فيها، وعملت لنا المحشي كده القمر ده برده كده ورق الخاص وشويه الكرنب كده اللي انتم شايفينه. احنا كنا هنا لسه في مرحله الغرف يعني، ما صورتش كل الاكل اللي احنا عملناه، بس صورت كده بس اللقطه الصغنونه دي. وقعدنا بقى كده اتغدينا، وبعد كده نزلت كده كان عندي مشوار مهم جدا 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 رحت عملته. طبعا انا هنا عند ماما لسه في حاجات كتير قوي ناقصاني، وفي حاجات كتير قوي ما كنتش جايباها معايا، كنت بس محتاجه كده فرش الاسنان ليا انا وولادي، فجبتهم بالمره كده وانا تحت، لان انا ما اقدرش الصراحه اعيش من غير فرشه اسنان لا انا ولا ولادي، فجبت دول كده كنت بقى محتاجاهم جدا. عايزه اقول لكم بقى استنوني ان شاء الله كده الفتره اللي جايه باذن الله كده فيديوهات على طول، حتى يعني لو مش تبقى طويله قوي، بس احاول طبعا ان انا ما انقطعش عنكم. بحبكم جدا 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 في الله. الفيديو بتاع النهارده كده خلص، يا رب يكون كده كان خفيف على قلوبكم. انا عملت بس معاكم كده عشان انتوا وحشتوني وحابه جدا ان انا اتكلم معاكم، بس استنوني بقى كده ان شاء الله فيديوهات اقوى من كده. بحبكم جدا 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 في الله، وربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه.